اسمع اسمع، هذا الطفل انخطف وما لقوا إلا بعد 73 سنة. اي نعم، 73 سنة. سنة 1951 بمدينة أوكلاندا ولاية كاليفورنيا كان أكو طفلين أخوين. الأكبر اسمه راجر عمره 10 سنين، والأصغر اسمه لويس عمره 6 سنين. بيوم من الأيام كانوا يلعبون سوا بحديقة قريبة من بيتهم، يضحكون ويركضون وما يخطر ببالهم أي خطر. وفجأة تظهر امرأة غريبة لابسة بندانة خضراء، تتقرب عليهم بابتسامة وتعرض على لويس الصغير شوية حلويات. لويس يتحمس وفورا يقول أريد حلويات. المرأة تقول له تعال وياي للمحل اشتري لك، ولويس يصدق ويمشي وياها. وهذه كانت آخر لحظة يشوفوه بها. راجر أخو لويس الكبير يشوفهم ويقول حتى أنا أريد حلوى، ويمشي وراهم. بس فجأة يحس بشي غلط، الطريق يطول، المكان صار غريب، والمرة مستمرة تمشي بدون ما تلتفت. بس خلينا نتذكر شيء، احنا بسنة 1951 ماكو حملات توعية مثل هسه، ماكو لتروح ويا غريب، وما حد يشرح للأطفال شنو يعني خطر أو خطف. الأطفال كانوا يثقون بأي شخص يبتسم بوجوه. بس راجل رغم انه كبير وما يعرف شنو يسوي يتجمد بالخوف لحظتها، وبالنهاية يقرر يركض للبيت حتى يخبر أمه. يوصل للبيت وهو يلهث ويصيح يما لويس راح ويا امرأة غريبة لابسة باندانة خضراء. الأم هنا تنصدم، تركض فورا للحديقة، بس لويس اختفى تماما. تروح للشرطة، بس المشكلة العائلة جديدة بأمريكا وجايين من بورتوريكو، والأم ما تعرف إنجليزي حتى تفهم الشرطة، فيحاولون يفهمون من عندها بصعوبة. بس بعد ما فهموا القصة تبدي أكبر حملة بحث بوقتها. فتشوا 4 مربعات سكنية، وشاركوا الجنود من قاعدة عسكرية قريبة، وخفر السواحل. الإعلام يغطي القضية يوميا، ومع كل هذا ماكو أي أثر. الأم تتحطم، لكن تبقى تروح للشرطة كل يوم تسأل عن ابنها. وبعد مدة زياراتها قامت تقل، صارت مرة بالأسبوع، وبعدين مرة بالشهر، إلى أن صارت مرة بالسنة. بس كل ما تدخل مركز الشرطة يهزون راسهم ويقولون للأسف ماكو شي جديد. بس قلب الأم يقول غير، الأمل ما مات عندها، وتظل محتفظة بصور ابنها وورقة الجريدة عن اختطافه داخل محفظتها طول حياتها. أما لويس كان مصيره أبعد عن كل التوقعات. المرة اللي خطفته أخذته للمطار، وركبوا الطيارة من كاليفورنيا للساحل الشرقي، وهناك الزوجين تبنوه بطريقة غامضة. لويس عرف انه هو متبني، بس ما يعرف انه هو مخطوف. كبر لويس، دخل للجيش، شارك بحرب فيتنام مرتين، رجع صار رجل أطفال، تزوج وصار عنده أطفال وعايش حياته وهو ما يعرف أصله الحقيقي. وبسنة 2005 أمه صارت 92 سنة، ومع الأسف انتقلت إلى رحمة الله، توفت وهي تنتظر خبر عن ابنها. إلى أن بسنة 2020 امرأة اسمها أليتا عمرها 63 سنة أخذت فحص DNA للمتعة فقط، وتطلع نتيجتها غريبة، متطابقة 22% مع رجل ما تعرفه. فحاولت تتواصل وياه بس ما جاوبها أبد. وتمر 4 سنوات، وبيوم من الأيام كانت تشوف لها فيلم وثائقي، وتذكرت موضوع عمها المفقود لويس، لأنه هواي أهله كانوا يسولفون بهاي القصة بأن عمهم مفقود. ترجع تبحث عن اسم الرجل اللي طابق وياه الفحص DNA، وتشوف صورته وطابقته ويا صورة عمها لويس من كان صغير، وتنصدم. طلع يشبه عمها لويس اللي اختفى سنة 1951 بشكل كبير. راحت فورا للشرطة وقالت لهم، والشرطة انصدمت، بس فتحوا القضية لأنه بعد هي ما محلولة. والFBI تدخلوا وبحثوا عن عنوان لويس ولقوه، وراحوا له للبيت وقالوا له نعتقد انك كنت مخطوف. الرجل ينصدم ويقول مخطوف؟ انا طول عمري اظن نفسي متبني طبيعي. وطلبوا منه يسوي فحص DNA رسمي، وبعد كم يوم تظهر النتيجة، والنتيجة طابقت بالكامل مع عائلته الأصلية. وبعد 73 سنة كاملة يرجع لويس لكاليفورنيا حتى يلتقي بعائلته الحقيقية. بس المسكين ما عرف أحد، أغلب أهله اللي كان المفروض يشوفهم توفوا، والباقين هم ما ملتقي بهم قبل، فما تذكر وجوههم نهائيا.
بس لما شاف أخوه راجر هز شي بداخله اتذكره، واللقاء كان يبكي الحجر. وهاي صورهم الحقيقية، لويس على اليمين وراجر على اليسار، اخوان افترقوا وهم اطفال وتلاقوا وهم شياب. ويبقى السؤال لحد الآن ما حد عرف جوابه، من كانت ذيك المرة وليش خطفته؟ وأهل اللي تبنوا توفوا، وهاي المرة يمكن اللي خطفتها هم توفت، ولحد اليوم الحقيقة ضايعة ويمكن ما نعرفها أبد. وانتم شنو تعتقدون؟ ليش المرة خطفته؟ وهل المرة كانت وحدها لو اكو كانت جهة أكبر ورا الموضوع؟ كان معاكم حسين العنكوشي، ولا تنسونا باللايك والاشتراك.